لو هنصحك نصيحة مهمة جدا هتفرق معاك في حياتك وهتفيدك في علاقاتك، هتكون ان انت تبعد عن الجدال. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. الجدال وما ادراك ما الجدال. الجدال ده ممكن يكون من اكتر الاسباب اللي بتعمل لنا مشاكل في حياتنا، بل وكمان بتدمر العلاقات بتاعتنا. ولو انت مش عارف ايه هو الجدال، فالجدال بكل اختصار هو ان انا وانت بنتكلم في موضوع معين، وغرض من الموضوع دوت ان انا اطلع منه ان انا الكسبان ووجهة نظري هي الصح وانا الصح، وانت كمان غرضك ان انت تطلع انت الصح ووجهة نظرك هي الصح. فده الجدال بكل اختصار. يعني ده مش نقاش. النقاش عشان تكون معايا في الصورة هو ان انا وانت بنتكلم في موضوع معين، وغرضنا من كلامنا في الموضوع دوت ان احنا نوصل لحقيقة معينة، نوصل لحقيقة شيء معين. مش الغرض ان انا وانت قاعدين بقى بنضرب في بعض عشان كل واحد فينا يحقق رغبته، لكن الغرض ان احنا عايزين نوصل لحقيقة شيء معين، فاحنا بنتكلم مع بعض وبنتبادل وجهات النظر عشان نوصل للحقيقة ديت. مش بنتبادل مع بعض وجهات النظر او بنتبادل مع بعض الخناقات علشان نحقق رغباتنا احنا الاثنين. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير معلم لينا قال لنا: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني معنى الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم ضامن لكل واحد بيترك المراء اللي هو الجدال وإن كان على الحق. لو أنت حتى على حق وبتتكلم ولقيت الموضوع بقى بيطول وفيه جدال وفيه خناقات، لو تركت المراء دوت اللي هو الجدال وأنت على حق، الرسول صلى الله عليه وسلم بيضمن لك إن ربنا يدي لك بيت في ربض الجنة. والكلام اللي انت بتسمعه دلوقتي في الفيديو ده بتسمعه من شخص كان بيجادل كتير جدا اصلا، وكنت فاكر ان انا لما احاول وعافر عشان اثبت للي قدامي ان انا كلامي صح وجهة نظري هي اللي صح ده كان شيء عادي، ولكن في الحقيقة ده ما طلعش شيء عادي خالص. وفي الاخر الحوار بينتهي بزعل ومشكلة. وبلاش نسميه بقى حوار، نسميه جدال فعلا، لان انا وانت عمالين بنجادل في بعض وبننحر في بعض عشان بس كل واحد فينا يثبت للي قدامه ان هو وجهة نظره صح. او انا عن نفسي كنت بحاول اثبت للي قدامي ان انا وجهة نظري صح، حتى لو كانت صح فدوت شيء غلط، لانه بيؤدي في النهايه لمشكله كبيره. فلو افترضنا ان انت في حوار مع صاحبك، مع اخوك، مع اي حد من قرايبك، وكنت انت صح وكنت انت على حق، ولقيت الموضوع ان هو هيطول وهيبقى فيه مشكله في الاخر، فاسكت. لانك انت حتى لو اثبتت ان انت صح فانت مش هتفوز باي جائزه في الاخر. يعني مش هيقول لك خد دي جائزه عشان انت اثبتت ان كلامك صح وكلامك هو اللي طلع صح، بل بالعكس. لو انتوا كلامكم دوت وصل لمشكله كبيره والجدال طول، ممكن في الاخر يوصل لمشكله كبيره، والمشكله دي تتسبب في خسارتك للشخص اللي انت بتتكلم معاه ده. ولكن لو لقيت النقاش هادي وفي نقاش محترم والموضوع مش هيوصل في الاخر لمشكله كبيره، وان انتوا الاثنين غرضكم بس ان انتوا توصلوا للحقيقه، فكمل في النقاش عادي، ويكون غرضك فعلا ان انت توصل للحقيقه وتعرفها، مش يكون غرضك ان انت تثبت ان انت صح، او حتى يكون غرض اللي قدامك ان هو يثبت ان هو صح. فلو لقيت كده ما تكملش نقاش. لكن لو النقاش كان هادي ومحترم وماشي بشكل كويس، فكمل النقاش عادي واعرف الحقيقه بتاعت الموضوع، وهتكون استفدت حاجات كتيره جدا. ومن واقع تجربتي الشخصيه، فالجدال دوت بيخلق عداوه وكره. يعني اللي هو مثلا انت راح تتكلم مع شخص معين، فهو يقول ايه ده، الواد دوت بيجادل كتير او الراجل ده بيجادل كتير، فانا عشان ما اوجعش قلبي وما انحرش في نفسي فانا ابعد عنه اصلا خالص، وايه اتجنب الكلام معاه. فاكيد انت كده خسرت علاقتك مع الشخص ده، مش هيكون في بينكم حوار تاني. او العكس، ان انت تبقى مش طايق واحد عشان لما بتتكلموا مع بعض بيبقى في جدال كتير والموضوع في الاخر بيوصل لمشكله. فعشان نتجنب الكلام ده كله، انت تبعد عن الجدال لو الموضوع هيوصل لجدال ومشكله كبيره. فنحاول بس نرتقي بنفسنا شويه ونطور من تفكيرنا عشان لا نتعب حد ولا حد يتعبنا، ونحافظ على علاقاتنا تمشي بشكل كويس زي ما انا اتكلمت في الفيديو اللي فات. لو ما اتفرجتش عليه طبعا روح اتفرج عليه. فيكون غرضنا لما ندخل في اي حوار هو النقاش والاستفاده، مش التحدي والعناد. وبس كده. ارجو ان اكون قد افدتك وغيرت وجهه نظرك لحاجه صح. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتشارك الفيديو، ويعني بالمره كده تعمل اشتراك في القناه. كان معاكم محمد العشري، وانا بقدم محتوى يفيدنا في حياتنا كشباب. وبس كده، والسلام عليكم.